اقتصاد الريع. اشنو هو الريع؟ الريع في الواقع هو واحد اللي كيتقاضى واحد المدخول بلا ما يخلق واحد قيمه واضافه، ما يخلقش، ما كينتجش. معناه كيقال بالفرنسيه بارازيت، عايش على ظهر الاخرين. واحد كاين اللي جالس في دارو وعنده 4 لي زاغريمون ديال الطاكسي وفي الشهر كيدخل عليه الفلوس. كاين اللي عنده لي زاغريمون ديال الكيران، كاين عنده الليسانس ديال الكول، كاين عنده الليسانس ديال لابيش، وكل واحد اش عنده. شكون اللي كيمشي للسوق؟ هذاك اللي ما عنده والو. هذاك اللي ما عنده والو اش كيمشي يدير؟ كيمشي للقطاع الغير المهيكل، كيدخل حتى هو كيشوف ما يلقى ما يدير. اش كيدير؟ ها هو دخل في كونترباند، في السوق السوداء، ها هو دخل في البيراتاج، ها هو لا كونترفاسون، كيبيع الحشيش الى غير ذلك. كيتولي عندك اقتصاد كله مبني على البارازيتيزم، مبني على الاشياء ضياع. الانتاج ضعيف، الاستهلاك قوي، وشي كيقلب ياخذ لشي. معناه ماشي شي كيخلق ثروه اللي كيستافد منها الاخر، لا، هذوك اللي كيخلقوا ثروات قلال هذوك شنو كتعطيهم الضرائب، لان شكون اللي كيخلص الضريبه في المغرب؟ المستاجرين هما اللي كيخلصوها، الاخرين ما كيخلصوهاش. القطاع الغير مهيكل الاغلبيه ديالو كلها ما كتخلصوش، والقطاع الغير مهيكل يقال انه كيكون 25% من الاقتصاد المغربي، هادو ما كيخلصوش. بعض المقاولات الكبرى ما كتخلص، الناس اللي في السلطه ما كيخلصوش. ايوا كيف غادي نخلقوا مجتمع متماسك، وكيف غادي نخلقوا واحد الطبقه وسطى اللي هي قويه وكثيره، اللي هي الاساس ديال التمركز التماسك الاجتماعي والاستقرار السياسي. ما كاينش التماسك الاجتماعي والاستقرار السياسي بلا طبقه وسطى قويه وكبيره، تقليص الفروق الاجتماعيه، القضاء على الريع، الشفافيه في داخل. معناه ان نشوفوا الحكمه كلها ديال كتمشي الحكمه، العداله، الشفافيه، محاربه الرشوه الى غير ذلك. هادشي كله خاص يدار، ولكن هادشي كله ماشي نبداو نديروا لجان استشاريه. لا، خص قوة ضغط. حتى شي مجتمع في العالم ديمقراطي ما كيتمشى بحال قوة ضغط حقيقية. اللي كدير شي حاجة كيتحاسب عليها، ولكن اللي كيحاسبوا عليه المجتمع مكون منظم بطريقة يطلب الكل واحد كيطلب له اشنو دار. كل شيء كيتحاسب في المجتمع الديمقراطي. الشيء اللي كيجعل ان الديمقراطيه عندها اكثر نجاعه من الدول الاخرى. شكون هو اللي في القمه ديال الهرم الاقتصادي في العالم؟ هما الدول الديمقراطيه. اولا الكثير منهم عندهم موقف انتهازي، هذا معروف. كاين اللي فيهم طبعا عنده شيء من البصيرة باش يفهم أن الأمور كتغير وخصو يتغير معها. كاين اللي في عندهم شيء ديال شيء نوعا ما من الشجاعة باش يتكلم على بعض المشاكل. كاين اللي عنده غير حسابات. إذن كثير هادشي، لأن عشنا في غموض كثير في هاد السنين كلها. ثروات ما عرفناش كي تصوبت. المالكين الثروات دائما كانوا كيتكلموا مع الحكم. ما نساوش واحد النوبة مرة واحدة رئيس هذه المنظمة وهو الشامي ملي كان رئيس، أول مرة هز كلمة كيقول ما اتفقش مع الحكومة، هبطوا عليه بالضرائب حتى هذا مشى بحاله وسكت. إذن هاد السنين الأخيرة ما نساوش أن واحد الحاجة، إلا ما بقيناش كنعيشوا ديك سنين الرصاص، كاين واحد نوع آخر كيخلوك مثلا دير شي حاجة كيهبطوا عليك بالضريبة، كيهبطوا عليك بأشياء كثيرة حتى كيفضيو معك اقتصاديا. داروها للصحافة، داروها بعض الناس اللي عندهم جرأة كالشامي مثلا كانت عنده جرأة وتكلم. كاين واحد عنده جرأة الآن وهو الشعبي، عنده واحد الجرأة وكيخرج من يمكن عنده طبعا حسابات ديالو، ولكن على الأقل رجل جريء
وكيخرج حتى هو في المظاهرة. أنا كنظن بعد واحد من اللي كيبين على استقلالية رجال الأعمال، وربما عنده حق، ربما هو اللي بنى ديك الأموال ديالو بالعمل ديالو إلى غير ذلك، ما خايف شيء بحال اللي خايفين الآخرين. أما بصفة عامة لحد الساعة رجال الأعمال كانوا مساندين، السند أعمى لما يقع، واستفدوا الكثير منهم، استفدوا من ما وقع. والآن طبعا غير فيهم بعض الناس اللي طبعا بلا شك ما عندهم منين يخافوا من هذا الشيء هذا، فيهم من بعض الانتهازين كيقولوا نتبعوا الركب حتى حنا نستفدوا منه. فيهم اللي كيدير كما نقولوا بالعربيه ديالنا، كيدير رجل هنا ورجل هنا، اللي ربحت هو معها، هذه معروفه منذ قديم الزمان، من اللي جاك بيرك ولا باسكون ولا واتربيري كلهم تكلموا على هذا الشيء هذا، النوع من استراتيجيه مستعمل كثير. لكن بصفه عامه كنظن المجتمع خصو يتركب على اصلاحات جديده اللي تعطي المجتمع هو يراقب هاد الناس. باش المجتمع يمكن يراقب هاد الناس خص يخلق تنظيم، هيئات، احزاب، لا الاحزاب الموجوده الان في الساحه احزاب مستقله لها استقلاليتها، لها برامجها، وباغيه تلعب دور ديالها في المجتمع، وكتراقب وكتحاسب. هاد الشيء كنفتقروا له كثير.